وصحبه أجمعين. تحية نضالية من عمق الهوية، من عمق القضية، من عمق الحق الفلسطيني. مرحبا بضيوفنا الكرام، بداية من اخوتنا ممثلين عن سفارة فلسطين بتونس. مرحبا سعادة السفير، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكل الطاقم عن السفارة الإيرانية. مرحبا بالسادة ممثلين عن سفارة دولة فلسطين، سفارة إيران، كل البعثات الدبلوماسية التي شاركتنا اليوم والتي اعتذرت عن الحضور اليوم كذلك، شكرا لها حتى المهاتفة والاعتذار، ولكن يكفي أن يكون هناك رد على هذا الطلب حتى يكون هناك حضور ولو رمزي. شكرا كذلك لجمعية أنصار فلسطين، جمعية ابتسامة، جمعية قوس قزح، الكشافة التونسية، كل الجمعيات والمنظمات التي شاركتنا في هذا الاحتفال اليوم. تحية من الأعماق إلى إخوتنا وأخواتنا في فلسطين من عمق القدس الشريف الذين أهدونا هذه الرخامة الجميلة التي كتب عليها اسم بلدية الكرم. بلدية الكرم تعرفون جيدا أنه منذ تركيز المجلس البلدي آل على نفسه أن يطبق أحكام الدستور التي نعتبرها نحن معبرة عن إرادة هذا الشعب، وإرادة هذا الشعب اليوم كما جاءت بالفقرة الرابعة من توطية الدستور تنتصر إلى القضايا العادلة، وعلى رأسها قضية الشعب الفلسطيني. للأسف الشديد اليوم احتفالنا غير كافة الاحتفالات وكامل الاحتفالات الأخرى. احتفالنا اليوم فيه لوعة وفيه ألم، فيه لوعة وفيه ألم لأننا دخلنا في منعرج خطير جدا. هذا المنعرج هو منعرج التطبيع الذي انساق له البعض. هذا المنعرج الخطير اليوم نحن قد كيفناه بأنه خيانة، ولكن أعتقد أن الكلمة لا تفي بالمعنى الكامل، لأن الخيانة ربما قاصرة عن أداء وتوصيف الضرر الحاصل لهذه الأمة، لأنه في السابق كانت هناك معاهدات تطبيع ولكن لم تستتبع علاقات مباشرة بين هذه الدول المطبعة والكيان الصهيوني. اليوم للأسف الشديد بعثات تجارية، بعثات سياحية، أغاني، تبادل زيارات، هناك وكأن العملية هي عملية أكثر من كونها معاهدات، وإنما هي أصبحت اليوم تتمثل في أن عملية طمس للتاريخ وفسخ للهوية ونكران للقضية وللشعب الفلسطيني. أسأل المطبعين اليوم لماذا طبعتم؟ هل عاد حق من حقوق الأمة؟ هل حصلتم على شيء من حقوق الأمة؟ هل عاد المهجرون؟ هل حرر الأسرى؟ هل عادت الأرض؟ البارحة فقط يحتفلون بنقل السفارة، فأين ستكون سفاراتك غدا؟
العاصمة التي يدعون أنها لهم هي مكان السفارات. فهل ستضعون سفاراتكم في بعض ضواحي الكيان الصهيوني أم ستضعونها في قلب القدس لتعترفوا بها عاصمة للكيان الصهيوني؟ يا للخزي، يا للعار، يا للمذلة. أنتم لا تمثلوننا، نحن لسنا منكم ولا أنتم منا. نحن نقولها بصوت عالي وبصوت مرتفع: لا ثم لا ثم لا لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني. كلفنا هذا ما كلفنا، لأن التاريخ وإن كان يصنعه الرجال ولكنه قدر إلهي، والله سبحانه وتعالى لا يقدر أبدا لأمة ارتضاها أن تكون خير أمة للناس أن تكون أمة ذليلة مخزية كنحو ما يريد أن يفعله هؤلاء اليوم. نقولها بكل صراحة أننا اليوم وإن كنا نحتفل بهذه الذكرى التي تتزامن مع اغتيال الشهيد، شهيد الأمة، شهيد تونس، شهيد الهوية، شهيد النضال محمد الزويري، من منطلق آخر قدمناه لهذه الشعوب للعالم، وأن بيدة الكرم هي أول بلدية في العالم، لا العربي والإسلامي فقط وإنما في العالم كامل، تشيد معلما كاملا للقضية الفلسطينية ولفلسطين، يخلد بالصورة والمعمار معالم لفلسطين حتى تظل حية في قلوبنا، حتى تظل مشعة في نفوسنا. ولذلك كنا ننتظر ولا زلنا ننتظر من أن هذه الشعارات التي رفعت وأن الخيانة أو التطبيع خيانة تجسد على أرض الواقع بلمسة بسيطة، بحركة بسيطة، هي إسناد الجنسية إلى زوجة الشهيد محمد الزويري. ولكن رأينا أنها تسند للخونة، وتسند للمطبعين، وتسند لأعداء الأمة، تسند لهم الجنسية التونسية. هذه الجنسية التونسية وإن كانت أسندت لهم على الورق فإنها لا تشرف الشعب التونسي ولا تشرف التاريخ التونسي. فأمثال ترجمان وغيره هؤلاء لا يحق لهم أن يرفعوا اسم تونس على وثائقهم وعلى هوياتهم. ولذلك نقولها بكل صراحة يا سيدة الرئيس: إما عليك أن تسحب هذه الجنسية وأن تسند الجنسية اليوم قبل الغد للأخت الفاضلة والمجاهدة أرملة المرحوم محمد الزويري. ثم ولا حتى لا أطيل أكثر أقولها بكل صدق وبكل صراحة أن المجلس البلدي بالكرم يتبنى هذا الخيار اليوم وغدا، وهذا الخيار الذي تبناه يتمثل في أن هذه القضية هي قضية أمة وعمق أمة وهوية أمة، ونحن نقدم منظورا آخر للقضية من خلال أحكام الدستور. فلسطين ليست قضية تختزل في نضال عربي أو في نضال إنساني أو في نضال حقوقي. فلسطين والقدس هي قضية عقائدية بالأساس، فلن يكتمل دين أي مسلم ولن تكتمل عقيدة أي مسلم وشبر من فلسطين مغتصب. مهما صلينا ومهما زكينا ومهما صمنا ومهما حججنا فإن كل هذا سيظل موقوفا على شيء واحد، هو أن ترى فلسطين الحرية والاستقلال والتحرير التام
فيجب على كل مسلم أن يراجع عقيدته، لأن عقيدته اليوم هي على محك التاريخ، فإما أن يكون على موعد مع التاريخ حتى يثبت للتاريخ أنه شريف وعزيز كما قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أو أن يكون ذليلا وسجوده في صلاته ليس إلا خنوعا للمستكبرين والطغاة، ولا ما عليه إلا أن يرفع رأسه حين يكبر بالقول صراحة أن هذا التكبير يجب أن يرفرف على مآذن القدس وكنائسها وكل معابدها حتى تكون القدس إسلامية عربية كما هي عبر التاريخ. مرحبا بكم، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشعب يريد تجريم التطبيع، الشعب يريد تجريم التطبيع، الشعب يريد تجريم التطبيع، الشعب يريد تجريم التطبيع، الشعب يريد تجريم التطبيع. والآن نمرهم إلى الدكتور مراد اليعقوبي رئيس جمعية أنصار فلسطين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على